العود كان آلة شرقية لحد ما اجى نصير شمة وخلاها لغة يفهمها كل العالم. حياكم الله. نصير شمة موسيقي وعازف عود عراقي عالمي، جمع بين الأصالة والتجديد ورفع الموسيقى العربية للمسارح العالمية. ولد نصير بالكوت سنة 1963 وتربى ببغداد. والده كردي فيلي من خانقين ووالدته عربية من الكوت. من هو صغير كان يسمع الألحان من راديو ويقلدها على العود، ومن هنا بدأ عشقه للموسيقى. دخل معهد الدراسات الموسيقية ببغداد وتخرج سنة 1987، وبعد التخرج بدأ يقدم حفلات ببغداد واشتهر بسرعة وصار من أبرع عازفي العود بالعالم العربي. قدم حفلات بكل مكان من أوروبا للعالم العربي، وشارك بمهرجانات عالمية، وأسس بيت العود العربي بالقاهرة سنة 1998. نصير مو بس يعزف، هو يألف موسيقى تحكي عن الإنسان والوطن. من أشهر أعماله حدث في العامرية ومن وحي الأندلس والرحيل. نال جوائز عربية وعالمية مثل وسام الفنون والآداب الفرنسي وجائزة مهرجان القاهرة الدولي للموسيقى العربية، وأيضا تم اختياره سفير للنوايا الحسنة. نصير شمة ظل رمز للفن الأصيل وجسر يربط بين الهوية والإبداع. وانتم شو تقولون؟ شلون تشوفون تأثير الموسيقى على شباب اليوم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.